الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: ويوم يعض الظالم على يديه فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآية يا عباد الله يخبر الله جل وعلا فيها عن حال الظالم الذي ظلم نفسه واتبع غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبع طريق محمد صلى الله عليه وسلم وسلك طريق غيره، فندم يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه الندم، بل إنه عض على يديه حسرة وأسفا، كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: ألا فاتقوا ربكم يا معاشر المسلمين من قبل أن يأتي يوم لعل الواحد يندم فيه ويعض على يديه ندما وأسفا، والله المستعان. ذلكم اليوم الذي قال الله جل وعلا فيه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامه فإنه يأتي يوم القيامة تحت رايته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: هذا شرف لأهل الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، إنك في هذه الحياة الدنيا في طريق واسع، ويوم القيامة ليس لك إلا أن تكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فتكون من إخوانه فتفوز فوزا عظيما، أو تكون تابعا لغيره فتهلك يا عبد الله والعياذ بالله. نعم عباد الله، لعل الواحد منا إن عظم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل بها واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم واتبع هديه يكون من إخوانه، الإخوان الذين ود نبينا صلى الله عليه وسلم أن يراهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وددت أني قد رأيت إخواني. فقالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. نعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يود أن يرى إخوانه، يود أن يراك يا عبد الله إن كنت متمسكا بهديه ومتبعا لسنته ومعظما لأمره ومنزجرا عن نهيه عليه الصلاة والسلام. فقال: وددت أني قد رأيت إخواني عليه الصلاة والسلام، حتى سأله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم: كيف تعرفهم؟ كيف يعرف الإخوان يوم القيامة؟ فقال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي أنه يميزهم صلى الله عليه وسلم عن غيرهم بهذه الميزة: يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني لفرح. ثم قال: وإني لفرطكم على الحوض. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن أقوى من يذادون عن حوضه فيقول لهم: ألا هلم؟ فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا. جزا الله عز وجل. اللهم ثبتنا على السنة، اللهم اهدنا للسنة وثبتنا عليه، توفنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.